إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه الكلمة والتي كانت ممثلة من أستاذنا الشيخ عبد العزيز الريفي عن الأزهر الشريف. في ليلة تكريم أستاذنا الشيخ إبراهيم سليمان جاد، أسأل ربي أن يتجلى عليه بفيوضات الرحمات وسعة المغفرة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أشكر باسمكم إلى الصيحة العالمية في عالم الصوتيات الإذاعية الحديثة والمصطحب لكبار قراء الإذاعة والتلفزيون العربي، إدارة حاج هلال أبو حمزة وولده مهندس رامي هلال والمقيمين بقرية 8 الصالحية. أشكر باسمكم إلى سلسلة قصور الضيافة المتنقلة والإنارة الحديثة، إدارة معلم حسين عبد القادر العيسوي جزيرة برد. أشكر باسمكم إلى إدارة أعمال الخدمات الفندقية الراقية، إدارة المتر حمود الحبشي بالمناجاة. باسمكم شاكرا إلى هندسة الهواء والبث المبشر، إدارة مهندس أشرف العيسوي بالمناجاة. الجمع الكريم نعيش مع هذا العالم الجليل فضيلة العالم الشيخ محمد سعيد هاشم، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إلهي وسيدي وسندي وملاذي ومولاي، لك الحمد على نعمائك وآلائك، وأشهد أن لا الأمر أمره والحكم حكمه والقضاء قضاؤه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وهادينا إلى صراط الله المستقيم سيدنا محمد. إلهي نجنا من كل كرب بجاه المصطفى خير الجميع، وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم موتا بالبقيع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأكرم وعلى الرسول الأعظم، على إمام العلماء وعلى سيد القراء وعلى سيد السعداء، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المهديين الهداة. وبعد، السادة العلماء، السادة القراء، السادة الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعلم تمام العلم أن في مجلسنا الآن كوكبة من العلماء الأجلاء ومن الأئمة الفضلاء، فهم أصحاب فضل بعد الله علي. شرفت بالتعلم والتتلمذ على أيديهم، وفي حقيقة الأمر والله لست أغلا للحديث بين السادة العلماء
لكن طلب منا الحديث وقالوا إن الضعيف على الأجواد محمول. أيها الجمع الكريم، منذ قليل استمتعنا بحديث ماتع من عالمنا الجليل تحدث فيه عن الراحل الكبير، وأسأل الله في عليائه أن يتغمد الشيخ الراحل في واسع رحماته، اللهم آمين. اعلموا تمام العلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم مصر الكنانة، أكرمها الله عز وجل بأمرين عظيمين، كما قال الإمام الطيب مولانا الإمام أحمد الطيب متعه الله بالصحة والعافية. الأمر الأول وجود الأزهر المعمور على أرض مصر الكنانة، ثم القوات المسلحة المصرية الباسلة حماها الله وحفظ الله مصر وشعبها وحفظ الله مصر وجيشها. إن الأزهر الشريف منارة العلم وكعبة التحضر. الأزهر الشريف بعلمه وبعلمائه علم العالم، وسيظل هذا العطاء من الله للأزهر وعلماء الأزهر إلى يوم الدين إن شاء الله. وأقول بكل عز وافتخار في حياة الأمة الإسلامية رصيد زاخر لأئمتها وعلمائها الأجلاء، منهم مولانا الفقيه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، كم كانت له من وقفات تذكر فتشكر. منهم من علماء الأزهر مولانا الشيخ حسنين مخلوف، منهم مولانا الدكتور عبد الرحمن بيصار، منهم العالم الزاهد ابن محافظة الشرقية البار مولانا الإمام عبد الحليم محمود، نذكره بكل عز وافتخار. فمولانا الإمام عبد الحليم محمود ذهب إلى أمريكا، تأملوا، إلى الهيبة والوقار وإلى الجمال والجلال الذي أضفاه الله عز وجل على الأئمة والأولياء العاملين من أبناء الأزهر ومن شيوخ الأزهر الشوامخ. تأملوا إلى هذا الفتح، إلى هذا التجلي من الله على علماء الأزهر. اسمعوا وعوا إلى هذه الآية وإلى هذه الكرامة. يذهب ابن محافظة الشرقية بزيه الأزهري يرتديه بكل عزة، ثم في صحبته عن يمينه إمام القراء في عصره مولانا الإمام الشيخ محمود خليل الحصري طيب الله ثراه ورضي الله عنه وعن القراء العاملين من أمة النبي الأمين. تأمل وتدبر. يدخل شيخ الأزهر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود في البيت الأبيض، واستقبله جيمي كارتر رئيس أمريكا، وإذ بالإمام عبد الحليم محمود
يتحدث بلغة كارتر، والإمام عبد الحليم محمود قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا، وكان يجيد اللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة، وهذا فتح من رب البرية على أئمة الأزهر وشيوخ الأزهر. وإذ بالإمام عبد الحليم محمود وهو يرتدي الزي الأزهري يتحدث باللغة الإنجليزية مع كارتر ويقول له: أدعوك للدخول في الإسلام الحنيف. فيبتسم كارتر ويأذن للجميع بالجلوس في داخل البيت الأبيض في أمريكا. وإذ بالإمام عبد الحليم محمود رضي الله عنه وعن علماء الأزهر الشريف يقول للشيخ الحصري: يا حصري، اقرأ القرآن هنا مرتلا ومجودا. فصدع وجهر بقراءة القرآن الشيخ الحصري في داخل البيت الأبيض. قالوا: أسلم عدد غفير وكثير في هذا اليوم من أهل أمريكا، وهذه كرامة لواحد من أبناء الأزهر الشوامخ مولانا الإمام عبد الحليم محمود رضي الله عنه وأرضاه. إن علماء الأزهر الشريف منارة في كل زمان ومكان. ثم نذكر أيضا حينما ذهب شيخ الأزهر إلى باكستان، وإذ برئيس باكستان محمد ضياء الدين يستقبل الإمام الأكبر مولانا الإمام عبد الحليم محمود. قالوا له: يا سيادة الرئيس، البروتوكول يقول الذي يستقبل شيخ الأزهر وزير أو رئيس الوزراء في باكستان. وإذ تأمل جيدا، وإذ بمحمد ضياء الحق رئيس باكستان يقول بأعلى صوته: كم هناك من الرؤساء وكم هناك من الأمراء والوزراء، لكن شيخ للأزهر واحد وأزهر في العالمين واحد. نعم، إنهم علماء الأزهر منارة العلم في كل زمان ومكان. فأقول لحضراتكم: في حياة الأمة الإسلامية رصيد لأئمتها وعلمائها الأجلاء نذكرهم بكل عز وافتخار. وحينما نفقد عالما جليلا فقدنا كنزا ولن يعوض بأي حال من الأحوال. أيها الجمع الكريم، علينا أن نعلم تمام العلم بأن الموت نهايتنا جميعا، وبأن الموت حكم الله عز وجل في جميع خلقه بعد انتهاء آجالهم. قال تعالى: لكل أجل كتاب. لذلك فإن الحق جعل الموت من أعظم المصائب حينما قال: فأصابتكم مصيبة الموت. أيها الجمع الكريم، الإنسان منا يأكل ويشرب ويسافر ويتمتع بنعيم الدنيا، ثم بعد ذلك كتب الله عليه الموت فهو إلى زوال. فواجب على العبد أن يعلم تمام العلم بأن المال يفنى، وبأن الجاه يبلى، وبأن الأولاد والأهل يموتون، وبأن كل شيء في الحياة الدنيا يزول وينتهي.
فعلينا أن نعد العدة للقاء الله عز وجل مهما عمر ومهما تنعم، فإن مآلك إلى الموت، وإن مصيرك بين يدي الله سبحانه وتعالى. سنة الله في جميع خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمآلنا إلى الله عز وجل وطريقنا بين يدي الله. أنا في الطريق إليك يا رب الورى أرجو رضاك، لكل يوم 5 مرات أنعم في حماك، حيث الصلاة ببيتك المعمور ما أسمى لقاك، وبكل عام رحلة للروح في عليا هداك، حيث الصيام المستقيم المرتقي سامي علاك، الصائم القوام أمسى في الطهارة كالملاك، والعابد الأواب نال شفاعة من مجتباك، والمذنب العاصي غفرت ذنوبه لما دعاك. أجأر بالدعاء إلى رب الأرض والسماء، وأسأله من فضله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدارين، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. في نهاية كلمتي أتقدم بخالص العزاء إلى العائلة الكريمة بالأصالة عن نفسي وعن إدارة أوقاف الحسينية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ الراحل في واسع رحماته. اللهم ضاعف في حسناته وتجاوز عن سيئاته، وافسح له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم احشره في زمرة العلماء العاملين، وفي زمرة الشهداء يا رب العالمين. يا رب جد عليه بعفوك ولا تحوجه لغيرك، ومتعه بالنظر إلى جمال وجهك، واجعل روحه في الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طبتم وطاب ممشاكم وطابت لكم الجنة، وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة، والتي كانت ممثلة عن إدارة أوقاف الحسينية في ليلة تكريم عميد عموم أسر وعائلات أبو حمزة. أقدم باسمهم أسمى آيات الشكر والتقدير لكم جميعا ولعموم السادة مشارك العزاء. الجمع الكريم يطيب لنا اللقاء الآن